صباح الخير، كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ اش كتعاودوا؟ صحيحتكم لاباس؟ كلشي مزيان؟ اش كتعاودوا؟ غبرت عليكم هاد الايام. اليوم كما كتشوفوا انا فقت، الحمد لله، اصبحنا واصبح الملك لله. المهم فطرت وانا بغيت نوجد ان شاء الله سميتها السميطه سلو، وقلت ندير البخور ونوجد الاجواء ديال رمضان والاجواء ديال الفرحه ديال رمضان. وانا درت هاد البخور ديال العود وان شاء الله. ها حنا كما كتشوفوا المقادير وشدتهم، دابا غنخلطهم. انا نصيب سلو مقوم صحي غزال رائع اللي ذاقو تيعجبو، وتنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وهنا غنبدا نقدم معكم المقادير. هنا راه عندي 600 غرام ديال الشعير محمر مزيان. المهم هانتوما كما كتشوفوا عندي هنا ربعه ديال اللوز صاينه، وهنا عندي فهاد العسل 850 غرام ولكن ما نديرهاش كامله. هنا عندي ربعه ديال اللوز مهرمش. هنا عندي إيلان مع 2 معالق ديال النافع و2 معالق ديال حبه حلاوه، هما محمرين شويه ومطحونين معاه. هنا عندي ربعه ديال الزبده، زبده ديال العبار وغليتها باش يخرج منها الحليب. راه ان شاء الله ملي نبدا نخويها نصفيها. هنا عندي 500 غرام ديال القمح بالنخاله رقيقه، نتوما كما كتشوفوا راه حرش. وهنا عندي شويه ديال السكر كلاصي، راه ما كاملاش ربعه. هنا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو. وهنا كما كتشوفوا راه عندي فرينه، هذا راه فرينه عندي منه، عندي من فرينه 600 غرام. المهم اللي باغي يدير الفورس يدير، انا درت 600 غرام ديال فرينه محمره. هنا عندي نص كيلو ديال الزنجلان مطحون مزيان، ونص كيلو هرمشتو. وعندي هذاك اللوز، هذاك البيض اللوز حتى هو فيه نص كيلو مطحون مزيان. وهذاك الاخر راه نص كيلو ديال الكاوكاو هرمشتو نص كيلو خليته. هنا عندي الكوزه ندير منها واحد 2 حكيكات صغار، المهم ما نكثروش منها. ايوا هانتوما كما كتشوفوا المقادير. يلا دابا نبداو نخلطوهم ان شاء الله. فرينه عندي الشعير، عندي فرينه، عندي إيلان، عندي القمح. بالنسبه للفرينه هي اللي كثيره شويه، درت منها واحد 600 غرام. اما الباقي راه درت منه ربعه، درت نص كيلو يلاه. الا هو اللي فيه 300 غرام. وجربوه وتنتمنى ان شاء الله يعجبكم، حيت اللي ذاقو كيعجبو. ما عرفتش انا هذه طريقتي، تيعجبني نصيب سلو ونديرو يكون مقوم ويكون فيه مقادير زوينه ويكون صحي. علاش لا؟ مادام انه كنشريو هذوك المقادير ديال اللوز وسميتو كنشريوهم بالثمن، علاش اللي ما يكونش نيت اللو ديالنا صحي. والمهم كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هانتوما كما كتشوفوا صافي كنهز سميتو. بما انه هادشي فيه الدليك غنجيب العجانه تعاوني في الدليك. هانتوما كتشوفوا كنبقى ندير النص ديال المكونات وكنبقى نزيد وتنبقى نزيد الزبده وندير العسل. ومازال غندير سميتو زيت العود، وغندير الزيت الروميه حتى هي غادي نسخنها شويه، المهم تخرج منها الريحه. ونحاول ما امكن نخلط بها. كل واحد وكيفاش كيخلط، ولكن هاد الطريقه ديالي كنصيبها كتعجب الناس. المهم اللي ذاقو كيقول لي مزيان. وما ننساش راه درت فيه واحد القريصه صغيره ديال الملحه. وما عرفتش واش تصور معايا المقطع، فاش زدت واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. المهم ما حطيتهاش هنايا في المكونات، ولكن راه تفكرتها وحطيتها من بعد. وها حنا مع بعضياتنا. وها نتوما معايا تنوجد سلوم. وبغيت نقول لكم واحد الملاحظه يا البنات بالنسبه للزبده، اللي عندها السمن الحار دير فيه واحد رويس ديال السمن الحار، تذوبوا مع ديك الزبده غير صغيور. المهم بحال قلتي
شويه قليل، غير يكون حار ويكون شويه قليل بحال قلتي راس 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 ديال الموس، ذوبيه مع الزبده وتشوفي المذاق كي كيجي. انا راه كنديرو فيه. المهم ما عرفتش، كاين اللي غيستغرب بزاف ولكن راه غير شويه، ولكن والله حتى كيجي فيه زوين. المهم جربوه والله حتى غيعجبكم. المهم انا تنبقى نحرك وتنبقى نعاون راسي، ومازال نجيب ان شاء الله العشانه باش تعاوني في التليك. وهانتوما معايا تشوفوا كيفاش غيطلع لينا السلو ديالنا. وعلى حسب اللي كيبغيه مرمل، ما يكترش الزبده وسميتو العسل راه تيجمع العسل، ولكن راه غيجي زوين. وهنا راني تمشي نجيب القرفه حيت نسيتها. غندير منها واحد تقريبا واحد المعلقه كبيره. نسيتها ما حطيتهاش في الاول مع المكونات، ولكن ما تنساوهاش راه كتعطي حتى هي واحد النسمه زوينه. صافي هانتوما شفتوا شنو شيطت منها. وهذه الزيت الروميه دوزتها حتى هي سميتو تبارك الله. راه كاين مكونات راه يعني خاص ليدام مزيان. دوزتها فوق العافيه. المهم باش تخرج منها هذيك الريحه ديال الزيت الروميه. وهنا زيت الزيتون. ها نتوما كما كتشوفوا هاد القريعه هادي راه تبارك الله خدامه معانا. عزيزه عليا. وها نتوما كتشوفوني غنبدا نخلط وخليكم مع الموسيقى اللي درتها في التلفازه. ما عرفتش واش غتكون كتسمع، انا درتها بالجهد ولكن ما عرفتش واش كتسمع في الفيديو ديال عيساوه يا الزميطه. باش يلا نعيشوا الاجواء. والله العظيم الا بعض المرات هاد الاجواء اللي كتعيش ديال تصيب سلو وتشم ريحه الزرارع وسميتو، هي اللي كتخليك تحس بانه كتوجد رمضان وهادي. المهم هنا تنبدا نعاون وتنبدا نعاون بالعجانه. ولكن راه في الاخر في الاخير راه نهز واحد البانيو كبير وغنحط سميتو كاملين وغنقفط على يدي مزيان. واخا راه ما صورتش هذاك المقطع، بقيت ندلك 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 حتى تاكدت ان داكشي كله مدلوك. راه العجانه واخا هكاك راه غير عاونتني. دلكت مزيان مزيان وخلطت المكونات وعجنتهم وكلشي خلطته مزيان وخليته بات عاد حتى للصباح حتى الغد لي عاد صورت لكم النتيجه النهائيه. المهم هانتوما كتشوفوا مع العسل راه تيبان السلو ديالنا مجموع، والزبده راه كتجمعوا حتى هي. ايوا هانتوما تتشوفوا تنحاول ما امكن ندخل. المهم العجانه راه غير عاونتني، ما كاين ما احسن من اليد ديالك تدلك بها وترونها بيديك احسن. ايوا هذا مكان. نتمنى ان شاء الله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه والهنا وباش ما تمنيتو ان شاء الله ويسر امرنا واموركم. واللي يتمنى ان شاء الله شي حاجه فيها الخير الله يسهل له فيها. راه هاد الايام المباركه كتكون فيها الدعوات مقبوله وتكون فيها الامور ميسره. وتنتمنى ان شاء الله ندوزوه لا فاقدين ولا مفقودين، ونعيشوا في اللمه ديال الاحباب، وتكون امورنا طيبه وميسره ان شاء الله. وهنا راه صافي راه تنكون دلكتو هذيك التدليكه اللي قلت لكم مزيان مزيان في بانيو كبير. وهذه النتيجه حتى الغد ليه تبارك الله كما كتشوفوا ريحته غزاله ورائعه. وراه خرج لينا كميه معقوله تبارك الله. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه بالا الا نقلبوا على الفوائد ديال الا راه مزيان ومزيان للوليدات الصغار. وتنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتدعموني وبلي لايك ولي جيم باش نبقى نجي كل مره معكم بالجديد ونشارك معكم داكشي اللي كنصيب. علاش لا ونتونسوا مع بعضياتنا. وهنا تنقول لكم مبروك عواشركم وبسلامه الى وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه عليكم.